مبنى وزارة الداخلية الآن؟ لا، واحنا في معلومة جات لنا من ضابط في الحركة بتاع ضباط لكن شرفاء. نعم. قال ان في عدد كبير من العربيات بتاع الضباط اللي موجودين في ديوان الوزارة. نعم. قبيل الحريق بسويعات قليلة خرجوا دفعات يعني متقاربة، بما يدل على علمهم بان في حريق هيحصل. وللمعلومات للناس المشاهدين ان الحريق بدأ في الدور الثالث. الدور الثالث اللي هو فيه الإدارة العامة لشؤون الضباط. والغرض الأساسي منه هو طمس ملفات ضباط أمن الدولة وضباط المباحث الجنائية، عشان لو حصل مطالبات من النيابة بكشف أسمائهم يتحججوا بوجود حرائق في الملفات. ودي مؤامرة، واحنا عندنا البديل. يعني الحركة عندها مفاجأة، عندها البديل وهتظهره في الوقت المناسب للنيابة العامة بإذن الله. أنتم لديكم مستندات يمكنكم أن تقدمونها سيادة المقدم؟ هل بالفعل حركتم بعض هذه الملفات ووضعتموها أمام النائب العام أم لا؟ احنا في قضيتين فساد شغالين فيهم وهتسمعوا عنهم الأسبوع ده إن شاء الله. ولكن بنقول إن احنا عندنا بديل لأسماء ضباط أمن الدولة وضباط المباحث الجنائية، مش هنظهره دلوقتي. احنا عارفين إن هم كانوا هيولعوا في الملفات دي ومجهزين البديل باذن الله وهنظهره في الوقت المناسب. طب يعني اليس كلما كان هذا الوقت المناسب قريبا كلما كان افضل؟ يعني لسما انتم افصحتم عن ان لديكم مستندات وقد يتم استهدافكم يعني لا قدر الله ما دمتم تحدثتم عن ذلك. لا يا فندم، احنا حضرتك دلوقتي الوقت امنيا الوقت غير مناسب، لان الوزاره لازم تتطهر من خارج الوزاره وليس من داخل الوزاره. نعم. واحنا بنهيب بالسيد رئيس الوزراء انه يشكل لجنه من رؤساء الأحزاب ومن منظمات المجتمع المدني على وجه السرعة لفحص الملف الأمني، لأن في تصاعد لأعمال العنف هيحصل، وإحنا حذرنا فيه بلقائنا في الجزيرة الأسبوع اللي فات، لأن دي خطة ومؤامرة لبث حالة الفوضى في مصر. هل لديكم أي معلومات سيادة المقدم؟ أنت تحدثت باسم حركة ضباط لكن شرفاء وقلتم إن لديكم معلومات، هل يمكنك أن تشاركنا بعض هذه المعلومات؟ هل لديكم علم عن مخططات قادمة قد تستهدف أماكن أخرى في وزارة الداخلية؟ المعلومة المؤكدة اللي جات لنا من أحد المصادر إن في بعض الرموز السياسية للحركة الثورية وعلى رأسهم الدكتور البرادعي وعلى رأسهم دكتور علاء الأسواني، واحنا بلغنا الدكتور علاء الأسواني بأنه يتخذ احتياطاته الأمنية، ودكتور جورج إسحاق مستهدف. في مجموعة من الرموز مستهدفة من قبل أمن الدولة والبحث الجنائي. يعني هذه المعلومات معلومات مؤكدة لديكم؟ مؤكدة يا فندم، مؤكدة. وبلغنا في حين الدكتور علاء الأسواني والدكتور جورج إسحاق. احنا بنحاول نتصل بيه عشان نبلغه ان هو يغير من نظام حياته، لانه عشان ما يترصدش الاستهداف. هل بلغتم اي جهات امنيه مسؤوله؟ هل بلغتم النائب العام مثلا ام اكتفيتم بمحاوله الوصول الى اصحاب؟ انا بعد خروجي مباشره من لقائي مع حضراتكم في الجزيره تعرضت لمحاوله اغتيال، وارسلت فاكس للنائب العام، وارسلت فاكس لوزير الداخليه ولمدير امن الداخليه بحملهم المسؤوليه. ولا حياه لمن تنادي. دي مؤامره لبث روح الفوضى في المجتمع وغياب امني. وانا بقول لحضرتك ان الافراد والامناء اللي كانوا بيتظاهروا لهم اسباب عديده للتظاهر، لانه فعلا هم تعرضوا لاضطهاد شديد طوال عقود ومحاكمات عسكريه. يعني حضرتك اللي كان الفرد منهم لما بيرتكب مخالفه بيتحاكم في المحكمه ويتحاكم في المحكمه العسكريه، وده غير دستوري. هم لهم حق، بس انا بنتقدهم في حاجه، ان المطالب الفئويه ده مش وقتها. احنا بنطالب بتطهير الوزاره وسرعه اعاده هيكلتها ومن خارج الوزاره. السيد رئيس الوزراء لازم يهتم سيادته شخصيا بالملف الامني، لا يجب ان يترك الملف الامني لرجل امن مهما كان. طيب انتم كضباط من داخل الوزاره وشكلتم هذه الحركه ضباط لكن شرفاء، ما الذي يمكنكم القيام به في سبيل تطهير الوزاره من الداخل وفي سبيل وقف مخططات مثل التي تحدثت عنها الان والتي تتحدث عن بث الفوضى واستهداف رموز بعينها؟ يا فندم احنا عندنا رؤية كاملة لإعادة الهيكلة. الرؤية الكاملة لإعادة الهيكلة تستلزم ان يكون المسؤولين منصتين لينا. يعني ما ينفعش ان واحد ما يكونش في منصب هيوجه إعادة هل حاولتم التواصل مع وزير الداخلية الجديد اللي هو منصور العيساوي؟ يا فندم احنا رؤيتنا اساسا متناقضة مع سيادته. رؤيتنا بتقول ان إعادة الهيكلة تستلزم وجود وزير مدني لوزارة الداخلية او وزير من القوات المسلحة
عشان يبقى محايد، لان للاسف يعني اذا كان البعض اعتبر ان اللواء منصور العيساوي محايد اكثر من اللازم لانه على المعاش منذ نحو 15 عاما وبعيدا عن جهاز الشرطه، الا يمكن ان يجعله هذا يعني على الاقل على قدر كبير من الحياد الذي تتحدث عنه؟ يا فندم، احنا مجتمع الشرطه بيمشي بطريقه ما يشبه بروتوكولات حكماء صهيون، واحنا قلنا الكلام ده. يعني بمعنى ان في توريث للافكار، يعني بمعنى ان انا لو حصل في عداء من 20 سنه لشخص بيستمر هذا العداء يحمله قياده لقياده. فلازم لتغيير، لازم ان تغيير وزاره الداخليه يجي من الخارج عن طريق السيد رئيس الوزراء وعلى وجه السرعه، لان الملف الامني اخطر من اي ملف، حتى الملف الاقتصادي، لان مفيش اقتصاد بدون امن. لازم سرعه تحقيق الامن. قلنا ان ضباط امن الدوله ما ينفعش ان هم يخشوا في الجهاز الامني الجديد اللي سيادته بينشئه، يبقى انت كده بتغير يفط بس. المفروض انت بتجيب عناصر جديده وتعيد تاهيلها وتعرضها لفرق مكثفه لاحترام حقوق الانسان، لكن انت هتجيب عناصر قديمه من امن الدوله ومن البحث الجنائي اللي مؤمنين بمنهج التعذيب، يبقى هيورثوا منهج التعذيب، لان العقيده الشرطيه بتؤمن ان هي اعلم بالامور من عقيده الشعب. نعم. على اساس ان الشعب لا يعلم شيء، وده غلط. نعم. شكرا جزيلا لك سيادة المقدم أحمد عبد الرحمن من تنظيم ضباط لكن شرفاء. الحقيقة سيادة المقدم تحدث عن كلام في منتهى الخطورة، تحدث عن وجود مخططات لبث الفوضى والاستهداف رموز من بينها الدكتور محمد البرادعي وسيد جورج إسحاق ودكتور علاء الأسواني. الحقيقة لم يتسنى بالطبع التأكد عن هذا الكلام الذي أورده باعتباره معلومات توفرت لديهم، كذلك عن بدائل لديهم أو ملفات أخرى بديلة تحل محل الملفات التي قيل انها او قال انها استهدف من خلالها طمس ملفات العاملين في جهاز امن الدوله لتجنيبهم اي محاكمات او مساءلات قادمه. معي على الهاتف محمد الألفي وهو ضابط شرطه سابق. استاذ محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك العقيد محمد الألفي ضابط شرطه المعاش فندم سابق رئيس السياسي.